السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنه وانتم طيبين. النهارده تالت يوم العيد، وكان عندي عزومه بقى، وقلت لازم اعمل بقى عزومه العيار التقيل. وطبعا احلى حاجه تتعمل في اي عزومه وتشرفني قدام ضيوفي هي الطواجن. الطواجن اللي متغطيه بالعجين دي بتبقى شكلها تحفه جدا جدا، وقدام الناس كده بتشرف ما شاء الله. وحاجه بتبقى فاخر كده ما شاء الله من الاخر. تمام. شايفين شكل البطاطس وشكل اللحمه؟ تحفه تحفه تحفه، الريحه تجنن والطعم احلى واحلى واحلى. تعالوا بقى نشوف هنعمله مع بعض ازاي. بس يا ريت اللي اول مره يخش القناه عندنا وينورني كده، يا ريت تنورني بالاشتراك ويفعل الجرس عشان يوصله من كل جديد. بصوا، للامانه انا ما كنتش ناوي اصور ولا اسجل، بس بعد كده قلت لا، لازم اصور بقى ايه فخاره اللحمه دي. تمام. هنا بقى زي ما انتم شايفين انا كنت نزلت بمعلقه السمنه في قلب الطاسه بتاعتنا، وسبتها لما سخنت جدا. وبعد كده نزلت باللحمه بتاعتنا وبهارات ملح وورق لوري وحبهان وكباباصيني. المهم البهارات بتاعتنا الايه اللي هي مش ناعمه خالص ديت. تمام. وسبتهم كده مع بعض يعيشوا، وبصلايه كمان وسبتهم كده. واهم من ده كله فصين المستكه يا جماعه. اللحمه بتقلب، بتخلي ريحه اللحمه تحفه جدا. بس كده اللحمه بتاعتنا ما كانتش صغيره قوي. نزلت عليها بكوبايه في كوبايه، يعني كوبايتين من الميه، لقيتها استوت كده. نزلت عليها كده ببصلايه حلقات. انا طبعا مفرزه البصل ده عندي في الفريزر. تمام. بعد كده شوحتهم مع بعض. هنزل عليهم بطماطم، دي طماطم فريش معصوره في الخلاط يعني. نزلت عليها كده، عليها على طول كده على اللحمه. انا عايزه اللحمه تشرب من الطماطم والطماطم تشرب من اللحمه والبصل. وعايزه اقول لكم بقى الطعم كان اللهم بارك. اكيد طبعا انتوا عارفين او متخيلين الشكل. هنا بقى نزلت كمان، انا كنت مبهره طبعا اللحمه، لكن طالما نزلت بطماطم فاكيد اكيد لازم انزل بتبهيره تانية. بهارات لحمه وكباباصيني، طبعا البهارات اللي انتوا عارفينها دي. ونزلت كمان بمرق الدجاج، ونزلت بالملح، ونزلت بكمون وفلفل اسمر ما شاء الله. وهقلب كله مع بعضه كده، وهسيبهم يغلوا غلوه كده. واول ما يغلي معانا هنزل عليهم كمان بكوبايه حوالي يعني كوبايه من الشوربه كده. شايفين انا نزلت انا بكوبايه من الشوربه. خلاص بقى انا حطاها كده علشان خاطر ايه، انا عايزه اللحمه تكون تشرب اول من الطماطم. هنا بقى معانا البطاطس زي ما انتم شايفين، قشرتها طبعا وخرطتها شرايح. ما بحبش الشرايح تكون تخينه زياده عن اللزوم يعني. وبعد كده بصلايه كبيره بحلقات بملح وكمون وفلفل دعكتها كده، ونزلت عليها على البطاطس. وبعد كده زي ما انتم شفتوا نزلنا باللحمه اللي هي بالصلصه، نزلنا على البطاطس على طول، وسبنا قلبناهم مع بعض كده، وسبناهم على البوتاجاز يعيشوا غلوتين كده. ونزلت عليهم بكوبايه حوالي يعني كوبايه من الشوربه. غليت غلوه بس كده، وبعد كده فضيتها في الطاجن وهوريكم بقى دلوقتي. هنا بقى معانا هنا زي ما انتم شايفين كده بوله، نزلت فيها بنص كوبايه من الميه الدافيه، ومعلقه خميره ومعلقه سكر، قلبتهم مع بعض مع رشه ملح. نزلت بنص كيلو دي، عجنته كويس جدا مع بعض زي كده زي ما انتم شايفين. بس مش ما تعجنوش عجن يعني ان انتوا يعني زي ما بندي العجين حقه كده، لا، هي بس مجرد العجين ما يلم في ايدك كده، ودعكتين كده على رخامه او عجنتين على رخامه كده ما شاء الله. بس كده عشان خاطر العجينه بس ايه تبقى معانا كده ما شاء الله ملمومه. شايفين؟ بس مش مشكله عند العجينه ملساء زي ما بنعملها لاي عجين كده. هنا بقى زي ما انتم شايفين كده رشه من الزيت في قلب البوله وعلى العجينه، وسيبناها غطيناها لما خمرت ما شاء الله بالشكل دون. هنا بقى قطعيها زي ما انت عايزه. انا هقطعها دلوقتي طبعا على قد يعني رغيفه العيش، على قد الطاجن بتاعي. وزي ما انت عايزه على قد بتاعك، صغير كبير بقى زي ما انت عايزه. زي ما انتم شايفين كده انا هكورهم كده كلهم كده، وهتعامل بقى هفردهم بالنشابه دلوقتي زي ما انتم شايفين. وهفرده عايزاه يكون اكبر من الطاجن بتاعي طبعا، مش عايزاه قد الطاجن، انا عايزاه يكون نفس سمك اكبر من الطاجن شويه، مش نفس المقاس، علشان خاطر انا طبعا هسكنه في الجناب داير ما يدور كده. تمام. زي ما انتم شايفين كده انا فردته بالنشابه بتاعتنا اهو. سمكه رقيق جدا طبعا، شايفين سمكه ما شاء الله. هنا بقى الطاجن بتاعنا اهو هوريه لكم كده. شايفين ما شاء الله؟ شايفين شكل البطاطس واللحمه؟ تحفه جدا والله العظيم، ريحه تاخد العقل، جميل اللهم بارك. هنا بقى زي ما انتم شايفين كده انا فردته سكنته كده في الجناب. هنا حته اتقطعت حته عجينه وحطيه عليها مفيش اي مشكله خالص. هنا بقى صفار بيضه، انا ما كانش عندي صفار بيضه، ما عنديش بيض خالص اصلا. شويه من الميه، رشه سكر، ورشه من قهوه سريعه الذوبان كده، وقلبتهم مع بعض كويس. وزي ما انتم شايفين كده هدهن بقى ايه البوله بتاعت هدهن العجين بتاعنا كله. طبعا بعد ما شلت كل العجين ازاي طبعا مش هيترمي، انا هعمله دلوقتي احلى رغيفه عيش تحفه جدا جدا. زي ما انتم شايفين كده. عايزه اقول لكم يا جماعه فخاره اللحمه دي بتبقى تحفه. انا بعملها لحمه بس، المره دي عملتها لكم زي ما انتم شايفين، وعملتها برده على القناه قبل كده بالبطاطس، بتبقى تحفه جدا. لكن كمان في اللحمه بس بتبقى تحفه جدا. بس كده رشه زيت على الرخامه. هبتدي ان افرد العيش بتاعنا كله بقى ما شاء الله كده. وبعد ما افرده خالص كده السمك الرقيق دون، بعد كده على طول هروح نازله عليه بحبه البركه، واضغط عليها كده شويه عشان بس ايه حبه البركه تمسك في قلب العجينه.
اللي وصل معانا لحد هنا من الفيديو يا ريت ما ينساش اللايك والشير علشان يوصلكم لما يجي مننا كل جديد. شايفين دي على الصينيه بقى على النار كده، عملتها من فوق. عايزه اقول لكم لقمه العيش دي كانت بتتخطف كده، احنا على الترابيزه واحنا قاعدين بناكل والله بتتخطف كده من بعض، بنخطفها من بعض، تحفه جدا. شايفين الشكل ما شاء الله، طبعا حاجه تبهر قدام ضيوفك كده. اللي عجبه الفيديو بتاعنا النهارده ما تنسوناش في اللايك والشير، واللي اول مره ينورنا يا ريت ما ينساش يفعل الجرس علشان يوصلكم مننا كل جديد. وشايفين ما شاء الله حاجه كده تحفه جدا والله يا جماعه، جربوها هيعجبكم جدا وهيبهر ضيوفكم كده ما شاء الله. شايفين تحفه الاكل، شكله تحفه، ريحته الله اكبر عليه، حاجه كده ما شاء الله يعني روعه فوق الروعه. اللحمه كمان كانت مستويه جدا وطعمها اللهم بارك، حلوه 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 بجد يعني. والطريقه دي جربوها وقولي رايكم فيها في الكومنتات، وهستنى رايكم في الكومنتات طبعا، واقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.